مباراة منتظرة موعودة بالفرجة والإثارة والتشويق هنا طبعا في قاعة المرحوم محمد الزواوي. لقاء كلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي على إطار الجولة الخامسة والأخيرة إيابا من المرحلة الثانية من البطولة، بطولة كرة الطائرة، بطولة البلاي أوف. طبعا القاعة قاعة المرحوم الأسطورة الرمز لفريق الترجي محمد الزواوي مؤسس هذا الصرح والكيان الرياضي الكبير الترجي الرياضي التونسي. فخامة الاسم تكفي طبعا إلى جانب الهادي القلال. ارسل بحوزة اللعب رامي بنور، كرة ترجية وعتيد كرة ترجع فريق النادي الصفاقسي، ثم من جديد الكرة المحاولة، حاول بعملية اسقاط كرة، لكن كرة لفريق الترجي والست الثانية 25-16 بنفس التعريفة بنفس النتيجة. الترجي ينتصر بالست الثانية كما الشوط الأول. طبعا الست الأولى 25-16. ذكر جمهور الترجي جمهور من ذهب يصنع العجب، جمهور فينومان يصعب فهمه واستيعابه وتحليله. جمهور الأحمر والأصفر يعمل الفستيفال والكرنفال أينما يحل ويرتحل. السيبورتي جمعيته لل90 بلا كلل بلا ملل، هو من يصنع الفرق في المناسبات الكبرى وعند الشداد والغسرات. نعم جمهور الأحمر والأصفر، نعم هو جمهور مميز عن البقية. طبعا أيضا جماهير النادي الصفاقسي جماهير ذواقة، جماهير درست قرة في الدفاع عن السياسات، غيورة على حب الجمعية، تعطي من غير حساب، على الدوام تشحذ العزام والهمم. ومهما تغير الحال والأحوال جماهير السياسات حب الجمعية فوق كل اعتبار. ذكر بسكور بانتجاه شوطين مقابل 0 لكتيبة المدرب ترابيشكا وهشام الكعبي امام تشكيلة فؤاد كمون ومحمد التباسي. لحظات قليلة وستعطى إشارة الشوط الثالث. 2-0 لفريق الترجي. النادي الرياضي الصفاقسي 11 مرة بطل تونس، 12 مرة هز الكوب، 8 مرات دوبلي، مرتين تريبلي، 4 مرات الرباعية. عالميا شارك مرتين بطولة العالم الأندية 89 إيطاليا، البرازيل 2013، 6 بطولات إفريقية و7 بطولات عربية. أرقام تغني عن كل تعليق لفريق النادي الصفاقسي. بالنسبة لفريق الترجي طبعا أيضا أرقام كبيرة محليا، 22 بطولة، 14 دوبلي، 6 كؤوس متتالية، 5 مرات دوبلي بصفة متتالية. عربيا 6 تتويجات البطولة العربية الأندية البطلة 2007 2014، قارين 5 تتروات، عالمين مشاركة بطولة العالم الأندية 2014 في البرازيل. الترجي والنادي الصفاقسي رموز ونجوم وأساطير وأجيال من ذهب لكلا الفريقين. طبعا الترجي والنادي الصفاقسي هذين الفريقان فخامة الاسم تكفي. كرة للرسال الأول في الشوط الثالث، الست الثالثة لفريق النادي الصفاقسي، كرة تصويبة ونقطة أولى لفريق النادي الصفاقسي. ترجع كرة فريق الترجي من جديد، مروان مراوت، ثم تحضير والكرة من جديد رصدها، لكن الكرة اوت. الضربة كانت عن طريق اللاعب محمد بن يوسف. نقطة بنقطة في الشوط الثالث. أيمن القروي لاعب وسط شبكة في تنفيذ الإرسال. قروي يلعب الإرسال، ثم كرة استقبال، ولو أنه في ظروف صعبة. كرة ترجع من القروي من جديد، مرابط في التحضير، وكراموسي يضرب بقوة. تعود من فريق السيسيس مرة أخرى المحاولة بطريقة فنية ذكية. كرة ترجع للنادي الصفاقسي، كرة اسقاط بالقدم، ترجع كرة من جديد فريق الترجي. كراموسي ترجع فريق النادي الصفاقسي.
التحضير العديد وتصويبه، لكن كرة وهفوة صفاقسية والكرة تعود ترجية. النقطة الثانية أيمن القروي في تنفيذ الإرسال 2-1 الترجي، يقلب المعطيات في الشوط الثالث بعد ما كان متأخر 1-0. 2-1 قروي إرسال، كرة ترجع للسي اس اس ثم ضربة ممتاز جدا. اللاعب محمد أمين الورتاني من مركز 2 يتمكن من تعديل الكفة. 2-2. الارسال للنادي الصفاقسي عن طريق اللاعب راسم الجربي، ما يتعداش الارسال من راسم الجربي. كرة تعود لفريق الترجي. 23-17 الياس قراموسلي في تنفيذ الارسال. هل يكون قوي؟ فعلا قوي بسلاح القوة. ترجع للسي اس اس، كرة بطريقة فنية ممتازة، نقطة صفاقسية. اسقاط الكرة بطريقة فنية، ان شاء الله لاباس لاعب النادي الصفاقسي. يبقى ارضية الميدان، يبقى تاريخ الميدان، ان شاء الله لاباس. اللاعب يوسف بن عرب على الصورة، ان شاء الله السلامات. طبعا الاولوية القصوى والاهمية القصوى دائما على سلامة اللاعبين على ارضية الميدان، كل اللاعبين دون استثناء. يوسف بن عرب ان شاء الله السلامات، يقوم لاباس لبيرو فريق نادي الرياضي الصفاقسي. 23-18 نلعب في الست الثالثة الأخيرة. الترجي في طريقه لحسم المباراة 3 أشواط مقابل 0. كرة لفريق الترجي، إرسال صعب من نادي الصفاقسي. ترجع لكرة سهلة للسي اس اس ثم الكرة من جديد، المحاولة ضربة والنقطة نادي الصفاقسي عن طريق اللاعب رقم 8 مؤمنة من محمد أمين الورتاني. 23-19 طبعا التحية للمؤرخ والعارف بخفايا وخبايا كرة الطائرة التونسية السيد أحمد بوساق، اللي في كل مرة في يمدنا بالمعلومات وكذلك العديد من الأرقام الخاصة بالبطولة التونسية لكرة الطائرة. كرة تعود لفريق الترجي من جديد، الكرة البرة، كرة البرة، نقطة أخرى رقم 20 لفريق نادي الصفاقسي. يحاول يبقى في الماتش وفي المباراة فريق نادي الصفاقسي بما يملك من قوة. كرة من القروي ممتازة، جدار صد فريق نادي الصفاقسي حاضر في هذه اللحظات، متفتن يأخذ عن طريق اللاعب رقم 20 أحمد بوصباح، يبصم على النقطة 21. حاول يرجع من بعيد فريق نادي الصفاقسي، يأمن بكل حظوظه طبعا في هذا اللقاء في الشوط الثالث. 23-21 طبعا فريق الترجي فما حالة الارتخاء على مستوى الذهن، على مستوى المعنويات، خلاه يخسر بعض النقاط. على هذا لوبومير ترافيشكا المدرب الصربي ياخذ وقت مستقطع، تايم اوت لفريق الترجي الرياضي التونسي. 23-21 هل يبقي على حدود فريق نادي الصفاقسي في الشوط الثالث؟ أم أن الترجي سيعود من جديد وينهي الحماس والتشويق في هذه المباراة أمام جماهيره؟ ترجع كرة لفريق النادي الصفاقسي، كرة من جديد لمحاولة ضربة قوية تعود، مصر النادي الصفاقسي على كسب هذه النقطة للنادي الصفاقسي. كرة للسي اس اس من جديد عن طريق اللاعب محمد أمين الورتاني، متميز محمد أمين الحقيقة في الكرات الأخيرة، مركز 2 ربح النادي الصفاقسي في أكثر من نقطة في اللحظات الأخيرة. 22-23 إلا واحد إلا نقطة، كرة ترجية صعبة ترجع لفريق النادي الصفاقسي لكن تعود لفريق الترجي مرابط في الأعداد، والكرة ونقطة لفريق الترجي، نقطة بقوة لفريق الترجي طبعا، نقطة رقم 24-22 وكرة المباراة. النقطة كانت أمنها، كانت بتأمين محمد علي بن عثمان من مركز 4، قوية صائبة
والقروي ايمن باش يلعب الارسال. هل ينهي المباراة ايمن القروي بهذا الارسال؟ ما يمرش الارسال. كرة تعود لفريق نادي الصفاقسي 24-23. التشويق حاضر في الشوط الثالث. طبعا غضب المدرب لوبومير على ايمن القروي في كيفية تنفيذ الارسال كان واضح في العملية الأخيرة. كرة فريق الترجي من جديد ولا كرة وتصويبة. كرة النادي الصفاقسي هل يكسب هذه النقطة؟ كرة وجدار الصد ولكن الكرة ضربت في الشبكة ونقطة للنادي الصفاقسي 24-24. النادي الصفاقسي يعود في المباراة. النادي الصفاقسي حي في الشوط الثالث. محمد بن يوسف في تنفيذ الارسال 25-24 نقطة فارق لصالح الترجي. بن يوسف يلعب الارسال. كرة لفريق النادي الصفاقسي في العديد ثم المحاولة. كرة تصويبة قوية ممتاز جدا. اللاعب رقم 8 محمد امين الورتيني جلب انتباه هذا اللاعب الحقيقة في تشكيلة فريق النادي الصفاقسي. محمد امين الورتيني احسن اللاعبين في تشكيلة المدرب فؤاد كمون. احمد بوصباح في تنفيذ الارسال. محمد امين الورتيني يلعب في مركز 2. بوصباح يلعب الارسال. كرة من كرموسلي ثم عديد من مرابط ثم كرة ترجي صعبة ونقطة بذكاء للاحمر والاصفر 26-25. محمد علي بن عثمان هل يعطي الترجي نقطة الأمان؟ محمد علي بن عثمان هل ينهي التشويق بهذه الكرة؟ إرسال كرة تعود لفريق النادي الصفاقسي وضربة بذكاء مرة أخرى من جديد. محمد أمين الورتاني هو العلامة المضيئة في تشكيلة المدرب فؤاد كمون بلا منازع. عن جدارة متميز يعني ملاعب يلعب بمخه. محمد أمين الورتاني حاضر ذهنيا في هذا الشوط الثالث. محمد امين يلعب بالارسال. كره تعود من قرموسي ثم مره اخرى قرموسي جدار صد والكره في مناطق الترجي. الاسبقيه هذه المره الصفاقسيه ياخذ الاسبقيه في نهايه مباراه نهايه الشوط الثالث بالاحرى مشوقه جدا. مباراه شوط ثالث مجنون التسابق والتلاحق. كره فريق النادي الصفاقسي. محمد امين الورتاني اذا انتصر واذا كتب على فريق النادي الصفاقسي الانتصار في الشوط الثالث فانه الفضل والفائده تعود للاعب محمد امين الورتاني. اعاد النادي الصفاقسي من بعيد في الماتش. الورتاني مدامين. محمد امين الورتاني يلعب الارسال. كره من ليبيرو الترجي ثم المحاوله. كره بذكاء كره ترجيه من عنصر الخبره الياس قرموسي 27-27. اي نهايه اي تشويق اي اثاره اي تسابق اي تلاحق اي تحدي واي فرجه ومتعه على التلايف في المباشر في اللايف في لقاء بين الترجي والسي اس اس في ختام مباريات مرحله البلاي اوف. الارسال ترجع كره فريق النادي الصفاقسي في الاعداد ثم كره روعه جدار صد فريق الترجي. دار حلق اعلى من الجميع. ثنائي الترجي في جدار الصد والكره اسبقيه ترجي هذه المره. كره ثمينه لفريق الترجي والنقطه فارق 28-27. ارسال لفريق الترجي. كره صعبه نادي الصفاقسي. اي البهته من لاعبي فريق النادي الصفاقسي يخلص كاش هذه الكرة الأخيرة والترجي يحسمها بصعوبة. الشوط الثالث يحسمه بصعوبة 29-27 ونهاية المباراة ب3 أشواط مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي. تفاصيل الأشواط طبعا عن جدارة انتصر الترجي 25-16 و29-27 في الشوط الثالث مشوق جدا بين الفريقين.